أنا لو كنت أعتقد أنه الرئيس السابق إذا عاد إلى تونس لن يحاكم محاكمة عادلة وسيتعرض للمساس من حرمته الجسدية والمعنوية، لن أطالب باستعادته. لماذا لا نطالب باستعادته إذن؟ نحن نطالب باستعادته. من يطالب باستعادته؟ الحكومة الشرعية. الحكومة التونسية تطالب باستعادة بن علي. الحكومة التونسية تطالب باستعادة بن علي من الحكومة السعودية، وتطالب باستعادة صخر الماطري من الحكومة القطرية. إن أردت جوابا واضحا فهذا جواب واضح. أكد جبالي في تصريحات صحفية قبيل الزيارة أنه لن يطلب من السلطات السعودية تسليم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي يقيم هناك مع زوجته ليلى طرابلسي منذ تنحيه عن السلطة أوائل العام الماضي. حين يقول السيد رئيس الحكومة لا نطالب بإرجاع بن علي لكي لا نحرج السعودية، شنو رأيك؟ لم يقل هذا تحديدا وحرفيا. السيد رئيس الحكومة وكل الحكومة التونسية وكل المسؤولين التونسيين يعتبرون أن هذا الحق هو حق الشعب التونسي وليس حق الحكومة، وبالتالي لا تملك الحكومة التنازل عنه. يعني المسألة لم نرد احنا احراج المملكه، نحن نعرف تقاليد المملكه في موضوع الجوار وليس لها تقاليد في تسليم اللاجئين. نحن نحترم هذه التقاليد.